آلاف المواطنين خرجوا اليوم في مسيرة تاريخية في جابس، إضراب عام جهوي احتجاجا على الوضع البيئي في مدينة أنهكتها أكثر من 50 سنة من الأنشطة الصناعية الملوثة. تحب تفهم؟ تبع الرشمة. جابس وقفت لها ناسها، إضرابها سجل نسبة نجاح 100%. شباب حملة ستوب بولوشن قاد التحرك بعد دعوة للإضراب العام الاتحاد الجهوي للشغل. هيئة المحامين التحقت وغيرها من الجمعيات والمنظمات. من الصباح بدأت التحركات من قدام مقر الاتحاد وترفعت برشا شعارات مطالبة بتفكيك الوحدات وإطلاق سراح الموقوفين. ماضي ساعتين انطلقت مسيرة من عين سلام وصلت حتى للكورنيش. نذكروا اللي تم تسجيل أكثر من 100 حالة اختناق في جابس بين أوت وسبتمبر. المجمع الكيميائي التونسي يسيب يوميا في 14,000 طن من الفوسفوجيبس في خليج جابس، مع أكثر من 50,000 متر مكعب مياه ملوثة في الساعة. مؤشرات التلوث الكارثي متعددة، درجة حموضة الماء توصل ل 2.5 وقت اللي المعدل الطبيعي يتراوح بين 5.5 و 9.9. بالنسبة لمادة الفوسفور توصل ل 8.7 ملغ في الليتر وقت اللي الحد المسموح به هو 2 ملغ في الليتر كهو. هذه حسب دراسة تمت بطلب من المجمع في جويلية 2025. حسب التقرير هذا فما نقائص كبيرة في السلامة تتعلق بتصميم وصيانة التجهيزات، مع العلم انه اخر عملية قياس الكمية الانبعاثات الغازية صارت عندها 14 سنة. زعم الإضراب العام يفيق السلطة على حقيقة الوضع الكارثي في جابس، ولا الأمور وصلت لنقطة اللا عودة؟